الله على الجمال وعلى الحلاوة. شايفين العيش شكله جميل ازاي؟ شايفين الجمال؟ والله طعمه بقى وريحته زي العسل. شايفين؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وبأحسن حال. نبدأ بالصلاة على الرسول. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. نبدأ على بركة الله. عندي شوية لبن حلوين كده بالقشطة بتاعتهم. العيال ما كلوهمش، قلت بقى ايه اجيب شوية دي كده واعمل بهم ايه عيش له نتعشى منه وياخدوا منه المدرسة. تمام. نخلت بقى شوية دي كده حوالي كيلو ونص من الدقيق، وحطيت عليهم نص معلقة ملح، وحطيت معلقتين سكر كبار، وحطيت معلقة ونص كبيرة ايه من الخميرة. هقلبهم بقى مع بعض. تمام. ديت نص معلقة بيكنج باودر. هقلبهم برضو مع المكونات اللي حطيتها. حطيت بقى ملح وسكر والخميرة ونص معلقة بيكنج باودر. الدقيق ده حوالي كيلو ونص من الدقيق. انا مش وزناه يعني، بس هو ايه كمقدار يعني كده ايه ببقى عارفاه. ونعجن بقى باللبن الرايب والوش بتاعه. انا بقى مرضتش احط سمنه ولا زيت، قلت ادام ايه فيه اللبن الرايب عليه الوش بتاعه اللي هو القشطه، ما رضيتش بقى احط ايه اجيب سمنه يعني احطها معاه. هنعجنهم بقى حلو كده. وطبعا هو محتاج لبن تاني، فما بحطوش يعني الكميه كلها مره واحده. انزل بقى كل اللي عندي كده في اللبن الرايب في كنفة الحله، ونعجن بقى بهم كده كويس. يا ريت بقى لو انت اول مره تشوفيني ومش مشتركه في القناه تنوريني باشتراكك وتعملي لايك للفيديو. ويا ريت بقى تكتبي لي كومنت حلو كده ايه تفرحيني بيه. ما اقولكوش بقى على ريحته وطعمه بجد في منتهى الجمال. لان عجنته باللبن الرايب خالص، ما حطيتش عليه اي ميه خالص. قلت ده موجود بقى عندي اللبن ايه مش هحط ميه. هو طبعا هي محتاجه بقى شويه ايه لبن تاني، بس اللي كان في الحله خلص، فجبت بقى اللي في الطبق الاحمر ده. هو لبن رايب برضو، بس اكترته ايه اللي هو بقى الميه في قلب اللبن الرايب ده، مش عارفه اسمها خض ولا شيرش. لا هو شيرش. الخض ده بيبقى طالع من السمنه. هعجن بقى كويس كده. عايز بقى عجنه ايه تكون حلوه عشان تبقى العجينه طريه. فهي محتاجه بقى طبعا شويه انزلها بقى ايه خد من هو فيه لبن رايب برضو معاه، ونعجن بيه. بس هو نزل مني ايه شويه زياده يعني، مش مشكله بقى ايه هحط عليهم رشه دي دلوقتي. العجينه تبقى ماسكه وشاده، بنحط عليها ايه لبن او ميه الموجود. بتبقى طريه بنحط مثلا، او سايبه ولسه عايزه تلم بنحط عليها رشه دي، مفيش فيها اي مشكله يعني. زي ما العجينه تبقى موجوده معانا في ايدينا ايه بنعملها. محتاجه ميه بنحط لها، محتاجه مثلا رشه دي بنحط لها كده يعني، بتبقى باينه في ايدنا. فانا حطيت رشه دي فعجينه بقى كويس كده حلو. عجينه بقى كده ايه عشان خاطر ايه عايزه مثلا يجي اكتر من 10 دقايق كده عجن حلو. شايفين بتلمع ازاي وحلوه في ايدي. هي بتلزق شويه عادي يعني، مش مشكله لانها معجونه ايه بلبن خالص. تمام كده. عجنت بقى زي ما انتم شايفين كده بايديا اكتر من 10 دقايق، والعجينه طريه وزي العسل. انا حاطه عليها نص معلقه بيكنج باودر بس، ما كترت زياده عن كده يعني نص معلقه. الكيس انا كنت شايفاه كان تحت الطبق. عجينه بقى ايه لميتها بقى كده حلو خلاص يعني، خدت حقها في العجن. شايفين بتلمع وحلوه ازاي. هغطيها بقى ايه واسيبها تخمر. هحط عليها الكيس كده. تمام. هغطيها بقى بحط الكيس عليها والفوطه، واحطها في المطبخ بقى ايه على ما يتضاعف حجمها. اقوم بقى اغسل ايدي واشيل الدقيق ده احطه في العلبه بتاعته. كنت جايباه يعني لسه شارياه، وعندي علبه بتاعته كده بالغطا بتاعها احطه فيه. وشلت بقى الحاجه اللي حواليا، وما شاء الله هي العجينه خمرت. حطيت رشه دقيق بسيطه خالص على الصينيه الصغيره. هكورها بقى ايه كور يعني ايه مش كبيره ولا صغيره، يعني بحجم البيضه كده. العجينه ما شاء الله عليها طريه وملمسها ناعم وحلوه قوي زي العسل. هعمل كام واحده معاكم كده. هي بتلزق بسيط وده عادي عشان معجونه باللبن. وحتى لو انت مفيش عندك لبن وعجنتيه مثلا بميه،
والخميرة وبيكنج باودر هيبقى عيش برضو زي العسل. عندك لبن حليب عادي برضو، الموجود كل نعمة ربنا حلو. شايفين العجينة ملمسها حلوة اوي في ايدي ازاي، وتتلم على طول وناعمة بجد وحلوة وزي العسل. كورها بقى كده، وبعدين ايه اهم حاجة ايه، هغطيها بقى اللي انا عملته الاول، كورته الاول ده هو ده اللي هفرده الاول. يعني ايه اسيبها ايه، يعني مش اللي انا مش هفرده اول باول على طول، لا، هسوي حوالي ربع ساعة كده، واللي انا ايه كورته الاول هو اللي هشتغل افرده على طول، يكون ارتاح يعني ايه واترفع برضو معاه. ما شاء الله عملت الكمية كلها هي كورتها، وهي حجمها مش كبير، لا ده هي عشان سبتها ربع ساعة فتحس انها ايه اترفعت شوية. وديت اللي كام واحدة كده حطيتهم في الطبق، ومغطيهم برضو بالكيس عليه. هجيب بقى اول واحدة انا كنت مقطعاها، هفردها، حاطط برضو شوية ديب بوصات كده على الصينية عشان ما تلزقش، وهفرد ايه بالنشابة. كنت عايزة بقى اعمل ونافع الرخامة، بس قلت ايه اغير شوية بقى من جو المطبخ، فقعدت كده ايه على الارض ايه وهفردهم على الارض. بنحاول على قد ما نقدر بقى انها تكون ايه مسوية، ما تكونش مثلا ايه حتة خارجة وكده، لا بنسويها كده بكون ايه شكلها مدور كده وحلو، وهي بتنفرد سهلة خالص، مفيش فيها اي صعوبة. وما تكونش بقى ايه تخينة ولا رقيقة زيادة عن اللزوم، لا، ما كده يكون ايه يعني خفيفة بس مش قوي يعني، مش خفيفة قوي يعني، تكون ايه حجمها كده حلو، ما نخليش يعني سمكها تخين. وده بقى طبعا هركنه برضو، وما اجي اسويها بعمله ايه اسوي اول حاجة، وهيترفع برضو معايا في ما اجي احط اسويه، هيكون اترفع يعني وارتاح في وعشان يقب كده لازم نسيبه ربع ساعة برضو بعد ما افرده. واللي اتعمل الاول هو اللي يتحط في الفرن الاول، اللي هو الفرد الاول ده. تمام كده ما شاء الله عليها، الحاجة بتفرد على طول ما بتاخدش اي حاجة. كده سرعت بقى على طول الفيديو عشان ايه ما يكونش وقته كبير. الفرد بتاعها مفيش فيه اي صعوبة، يعني اي حد تفردها عادي بالنشاب، يعني مفيش فيه صعوبة. تمام كده، بس اهم حاجة العجين يتغطى، انا مغطيه بالكيسات اللي هو قدامي ده، ولا على الطبق الصينية الصغيرة متغطي برضو بكيس. وفردت كل الكمية، هما اتنين بس اللي فاضلين على الصينية الصغيرة. دي اول واحدة عملتها شايفين، رفعت شوية، وكان فاضل اتنين بس على الصينية الصغيرة. وديت اللي هي الصينية التانية برضو جبت صينية كبيرة بتاع الفرن الكبير حطيته. اهم حاجة ما يكونش على بعض، شايفين جماله وشكله حلو قوي. اللي هي ورا ديت اللي ما اترفعتش، ما طلعها على الشبكة فوق هترفع زي التانيين. بياخد لون، ما بياخدش اي سوا خالص، بياخد لون من تحت وطلعه على الشواية ياخد لون من فوق، بيستوي على طول. حتى لو انت عامله كميه كبيره بتستوي في فرن بوتاجاز بطريقه سهله وبسيطه، وبيستوي على طول، ما بياخدش اي وقت خالص. حطيت بقى دي فوق تاخد لون. تمام كده، حطيت بقى دي ايه واحده تحت برضو في ارضيه الفرن. اهم حاجه قبل ما ندخل العيش لازم يكون الفرن متسخن على درجه حراره من فوق ومن تحت، اهم حاجه يكون الفرن ساخن عشان ايه ما ياخدش وقت وايه ويقب ويستوي حلو. شايفين جماله حلو قوي، التسويه بتاعته مظبوطه، لسه مطلعاها من الفرن ساخن، اللي هما الصينيتين اللي هما كانوا في الفرن دول الاولانيين يعني. جميل وريحته حلوه وطعمه مفيش بعد كده، زي العسل. هكمل بقى تسويه الكام صينيه اللي فاضلين، ده اللي قطعته معاكم شفتوه، وده الباقي الايه اللي هو في الفرن. ما بياخدش اي حاجه تسويه في الفرن على طول ويكون مستوي. شايفين كله قوي بالزيت في الفرن ما شاء الله عليه.